في وسط الغلا والتعويم اللي بيحصل، تعال اعرفك على اقوى 5 دول اقتصاديا وليه هم الاقوى حاليا. اقوى دولة اقتصاديا وبتيجي في المرتبة الاولى هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة في صدارة الاقتصاد العالمي لحد سنة 2024، ولكن هي من أكتر الدول اللي فيها تنوع اقتصادي زي التكنولوجيا، الرعاية الصحية، التصنيع والخدمات المالية. يعني مثلا بتضم شركات كبيرة في التكنولوجيا زي أبل ومايكروسوفت، غير إن تعتبر الجامعات الأمريكية من أفضل الجامعات عالميا، وده بيساعد في توفير قوى عاملة مؤهلة بشكل كبير. في المركز الثاني دولة الصين، وبتفرق عن الولايات المتحدة فرق بسيط، لكنها قدرت انها تنقل اقتصادها من اعتماده على التصنيع لاقتصاد قائم على الابتكار. وكلنا عارفين وبنسمع عن اختراعات الصين اللي ملهاش مثيل. ده غير السوق الضخم للصين. الصين اكتر سوق استهلاكي في العالم بسبب عدد السكان اللي داخل على 1.5 مليار، وده بيخليهم يطلبوا كتير، يعني يصنعوا كتير ويشتروا اكتر، وطالما في بيع وشراء كتير يبقى هنا بيحصل النمو الاقتصادي. ده غير كمان التجارة الدولية. الصين من اكتر الدول المصدرة في العالم، ده كمان بيزود من ميزان المدفوعات فبيساهم في القوة الاقتصادية. ومش بس كده، ده اهتمامها بالبنية التحتية للبلد بيسهل حركة التجارة اكتر، فبيصدروا اكتر والشركات بتوصل لكل دول العالم، وده كله بيأثر بالإيجاب على اقتصادها. وفي المرتبة الثالثة بتيجي معانا دولة ألمانيا، وده بسبب الصناعة القوية. وألمانيا تعتبر من الدول الرائدة في الصناعات التحويلية، خصوصا في مجالات زي السيارات والهندسة الميكانيكية. ده غير اهتمامهم الكبير بالتعليم والتدريب المهني، وده بيساعدهم انهم يوفروا قوة عاملة على اعلى مستوى. يعني عجلة الاقتصاد شغالة طول ما في افراد بتشتغل وبتنتج باستمرار. وطبعا كلنا عارفين ان افضل انواع السيارات والالات والمعدات والالكترونيات والمواد الهندسية من صناعة المانية. ده غير المنتجات الغذائية بتاعتهم بتكون على اعلى مستوى في جميع انحاء العالم. واخيرا بقى الاستقرار الاقتصادي لألمانيا بسبب وجود سياسات مالية قوية، وده بيساعد نموها الاقتصادي بشدة، ودايما محافظة على استقرارها بين الدول. هناخدكم ونروح على كوكب اليابان الشقيق، وده هيكون معانا في المرتبة الرابعة. اليابان بقى هتلاقيها ماشية على سياسة ألمانيا والصين في التجارة والتعليم، وده لأنها معروفة بتفوقها في مجال التكنولوجيا، وخصوصا في صناعة الإلكترونيات والروبوتات والسيارات. شركات زي تويوتا وسوني وباناسونيك ساعدت اليابان انها تكون دولة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي عموما. وكمان البنية التحتية لليابان متطورة بشكل كبير، وده لانها بتسهل حركة السلع والخدمات زي شبكات النقل الحديثة والقطارات السريعة اللي بتساعد النشاط التجاري وبتسهل عملية التصدير. وبالمناسبة اليابان بتصرف كتير جدا في البحث والتطوير لأجهزتهم وصناعتهم، ودايما بنلاقي عندهم كل جديد، فبالتالي حركة البيع والتصدير بتكون عالية جدا. وفي المرتبة الخامسة والأخيرة بتيجي دولة الهند. أقوى سبب ساعد الهند إنها تكون قوية اقتصاديا وهو العدد السكاني. الهند تاني أكبر عدد سكان في العالم بعد الصين، وبيوصل عددها ل1.2 مليار نسمة، ومعظم سكانها من الشباب، يعني قوة عاملة كبيرة، مشاريع أكبر وميزة تنافسية في الأسواق العالمية. كمان الهند نجحت في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وده بفضل السياسات الحكومية اللي بتساعد على الاستثمار، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية. اهتمامهم الكبير جدا بالزراعة والصناعة التقليدية، وده لاعب دور كبير قوي في عملية التصدير والنمو الاقتصادي. قول لنا بقى، كنت تعرف كام دولة من ال5 دول دول؟ وتابعونا كل جمعة في توب 5.